حتى يصل إلى المغرب. نتحدث هنا عن مشاركة نحو 13 دولة في هذا المشروع حتى يصل إلى المغرب بطول نحو 5000. فقرة وقفة مع الحدث هذا المساء مع خالد الغربلي، نتحدث خلالها عن الخطط الأوروبية للتخلص من التبعية لمصادر الطاقة الروسية، حيث تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم خطة تسمح بالتخلص من التبعية لنحو ثلثي الغاز الروسي بحلول نهاية هذا العام. خالد، مساء الخير. مساء النور. من بين البدائل المطروحة للتخلص من التبعية لمصادر الطاقة الروسية هي خط الغاز النيجيري. ما الذي نعرفه بداية عن هذا الخط؟ أولا نعرف أن نيجيريا هي أهم احتياطي للغاز في القارة الأفريقية والاحتياطي السابع على مستوى العالم، وبالتالي هي تملك الغاز. لكن المشكلة بالنسبة لنيجيريا كيف يمكن إيصال هذا الغاز إلى أوروبا، السوق الأهم. هناك مشروعان في نيجيريا حقيقة في محاولة منها لإيصال هذا الغاز إلى أوروبا. المشروع الأول يمر عن طريق الجزائر، وتم توقيع مذكرة تفاهم في 2002 قبل نحو 20 عاما دنيا بين الجزائر ونيجيريا كي يتم تنفيذ هذا الخط الذي يبدأ من نيجيريا، يمر من النيجر ليصل إلى الجزائر. الجزائر التي فيها بالفعل 3 خطوط تصل إلى أوروبا، الأول عن طريق تونس ويصل عن طريق تونس ويصل إلى إيطاليا، الخط الثاني مباشرة إلى أسبانيا، وهناك خط آخر يمر من المغرب ويصل إلى أسبانيا، لكن هذا الخط متوقف حاليا. هذا الخط من نيجيريا إلى الجزائر طوله يصل إلى نحو 4000 كيلومتر. التقديرات للتكلفة كانت تتحدث عن نحو 10 مليارات دولار. كما قلنا كان هناك مذكرة تفاهم في 2002. منذ ذلك الوقت والمشروع لم يظهر إلى النور. حديث عن محاولات لتسريع المشروع. في 2013 الحكومة نيجيريا خصصت ميزانية لهذا الموضوع، لكننا حتى الآن لم نرى هذا المشروع ولم يظهر إلى النور. هناك مشروع آخر بالنسبة لنيجيريا هو ليس مشروع منافس، هو يؤدي الغرض، لكن بالنسبة للجزائر وللمغرب يرون أن هذا المشروع هو مشروع منافس. هذه المرة المشروع يمر من نيجيريا، هو بالفعل واصل حتى الآن إلى بنين، توغو، إلى غانا. هذا الخط هو موجود بالفعل ويسمح بإيصال الغاز إلى غانا. لكن الهدف الآن، هدف نيجيريا، هو أن يستمر بدول غرب إفريقيا حتى يصل إلى المغرب. نتحدث هنا عن مشاركة نحو 13 دولة في هذا المشروع حتى يصل إلى المغرب بطول نحو 5600 كيلو متر، وتكلفة هناك تقديرات تتحدث عن 25 مليار دولار، وتقديرات أخرى تصل إلى 30 مليار دولار ليصل إلى المغرب، وبعد ذلك من المغرب يصل إلى أسبانيا، وبالتالي تستطيع نيجيريا أن تحقق الهدف. لكن أيضا هذا المشروع الذي تم توقيع اتفاق بشأنه بين المغرب ونيجيريا في 2016 حتى الآن لم يظهر إلى النور، لأنه ينتظر بشكل أساسي الأموال. طيب، ما الذي يحول دون تنفيذ هذا المشروع خالد؟ فيما يخص الجزائر هناك يبدو في فترة من في السنوات السابقة تراجع أسعار النفط والغاز، ربما جعلت الدولتين لا يوليان الكثير من الاهتمام لعملية تخصيص الأموال لمثل هذا المشروع. لكن هناك مشكلة جوهرية تتعلق بالنيجر. هذه المنطقة غير مستقرة، وبالتالي أي مشروع اقتصادي في هذه المنطقة هو معرض للهجمات، وهناك صعوبة في عملية تنفيذه. لكن هناك الآن رغبة معلنة من أجل تسريع هذا المشروع، وهناك بعض المعلومات تتحدث عن بالنسبة للجانب الجزائري الخط وصل فعلا إلى حدود النيجر، والحكومة نيجيريا هي أيضا تتحدث إلى محاولات إيصال الخط إلى حدود النيجر، لكن المشكلة الأساسية ستكون لاحقا في النيجر. فيما يخص الخط المتعلق بالمغرب، أولا المشكلة الأساسية هي التكلفة. المبلغ كبير جدا. الحكومة النيجيرية تقول حتى الآن نبحث عن ممولين. المغرب ونيجيريا يبحثون عن ممولين لهذا المشروع، والغريب في الموضوع أن أوروبا لم تبدي على ما يبدو اهتمام، أو لم يعلن عن اهتمام أوروبي حتى الآن. الطريف في الموضوع أن إحدى الدول التي أعلنت عن اهتمامها للاستثمار في الموضوع هي روسيا. يعني روسيا تقول للغرب إن أردتم أن تتخلصوا من التبعية من خلال خطوط الغاز الذي يصلكم من روسيا وتنظرون إلى إفريقيا، أنا موجودة في إفريقيا من خلال الاستثمارات لكي يكون لي كلمة في عملية إيصال الغاز الأفريقي إلى الدول الأوروبية. حتى الآن
لم يتم الاتفاق على أن تكون روسيا هي الممول. نيجيريا تتحدث عن دول أخرى مهتمة بالموضوع لكن لم تكشف عن هذه الدول. لكن المشكلة الأساسية هي في ضرورة توفير الأموال التي لم تتوفر حتى الآن. لكن المشكلة ليس فقط في الأموال، يعني عدد الدول المشاركة في المشروع وهي دول إفريقية الروتين قاتل فيها، نتحدث عن 13 دولة. نعم، وبالتالي الأمور ليست سهلة من ناحية التطبيق. بالإضافة إلى الناحية التقنية، هناك جزء من المشروع في البر هو أسهل، لكن هناك جزء هو في البحر، الجزء الأكبر سيكون في البحر، وبالتالي من الناحية التقنية أيضا الأمور معقدة. ناهيك هذا توقع وليس بناء على معلومات. موضوع بيع وشراء والبحث عن مصادر للغاز مرتبط أيضا بقرارات سياسية. يعني المستفيد الأكبر حاليا من ما يحدث مع روسيا هي الولايات المتحدة التي أقنعت الأوروبيين بضرورة الاعتماد على الغاز الأمريكي، رغم أنه غاز مسال، رغم أنه يسير مسافات طويلة جدا حتى يصل إلى أوروبا، يعني التكلفة أعلى. ومع ذلك أوروبا نظرت إلى الولايات المتحدة كأنها منقذ لها من موضوع الغاز الروسي، وطبعا هو غير كافي. مجمل ما يمكن أن تقدمه نيجيريا هو يساعد في التخلص من التبعية، لكن لن يحل موضوع التبعية. روسيا تقدم نحو 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى القارة الأوروبية، وهو كميات ضخمة جدا تحتاج إلى الأكثر كثير من موضوع نيجيريا. لكن المشروع الذي يصل عن طريق المغرب، هناك دول أخرى من الدول غرب أفريقيا يمكن أن تساهم فيه. هناك دول ستستخدم الغاز الذي يصل إلى، يعني هناك دول ستغذي هذا المشروع بالغاز، وهناك دول من أفريقيا أيضا ستستخدم مثل هذا الغاز. وهناك عامل وقت أيضا خالد، يعني بالنسبة لتطبيق هذا المشروع. أكيد طبعا مثل هذا الخطوط ستحتاج إلى سنوات لكي تنفذ، وأوروبا الآن تبحث عن حلول سريعة، ولذلك نسمع الآن عن اتفاقيات بين إيطاليا والكونغو مع مصر مثلا، مع الجزائر، على الاعتماد على الغاز المسال. لكن أيضا الغاز المسال فيه مشكلة، لأن ليس كل الدول الأوروبية تملك بنية تحتية لإعادة تحويله من حالة الإسالة إلى حالة الغاز الطبيعي، وبالتالي هي أيضا مشكلة. لكن من الواضح التعقيدات الإدارية والتكلفة المالية، وقد تكون هناك مصالح سياسية لدول كالولايات المتحدة تعيق ربما أن تتجه النوايا الأوروبية بشكل جدي إلى مثل هذه المشاريع، وبالتالي هناك تأخير حقيقي في تنفيذها حتى الآن. شكرا لك خالد. أهلا بك.